أسعد الله أوقاتكم أينما كنتم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في برنامج ترميم من البداية اتفقنا إنه أرواحنا دي عاملة زي البيت، بيت محتاج صيانة وتجديد ونظافة من جوا عشان نقدر نعيش فيه بسلام. لكن عارفين أصعب حاجة في البنيان شنو؟ إنك ممكن تصرف دم قلبك وتبني بيت أحلامك وتفرشه بأغلى وأنظف عفش، وتنسى في نص الممر سلك كهرباء عريان طالع من الحيطة. سلك واحد بس ما بكلفك لفة شريط لحام وممكن يخليك انت وكل العايشين معاك في حالة رعب، واي احتكاك بسيط به قادر في لحظة واحدة بس يحرق البيت كله ويساويه بالارض. في رمضان نحن بنبني في حسناتنا بالصيام والغيام، لكن المشكلة انه في ناس فينا بيبقوا هم ذاتهم السلك العريان ده. اقل كلمة من زول في الشارع او اقل نقاش في البيت بنعمل التماس وبنكهرب المكان وبنحرق كل اللي بنيناه في ثانية. عارفك حتقول لي يا اخي انا صايم والجو سخن والضغط عالي فطبيعي اخلاق تضيق. صح، طبيعي جدا تزعل وده شعور بشري، لكن ما طبيعي انك تتحول للغم منفجر في وش القريب والبعيد. ونحن بنصلي في التراويح وبنقرا في قرآن بالساعات، يعني بنجيب عفش سمح لبيتنا الجواني، وبكلمة واحدة جارحة او صرخة في وجه زول ما عنده ذنب بنولع الحريقة. علم النفس بيسمي الحالة دي بالخطف العاطفي، يعني عقلك بيفصل تماما والشرارة بتستلم القيادة. المشكلة يا عزيزي انه الكلمة الطالعة في لحظة غضب زي الرصاصة اللي بتخترق القلب وما بترجع تاني حتى لو اعتذرت 1000 مرة. فالترميم هنا يا عزيزي ما معناها انك ما تزعل، الترميم هنا انك تغلف السلك العريان ده. ربنا سبحانه وتعالى في القرآن الكريم لما وصف المتقين ما قال الذين لا يكذبون، لا، قال بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. الغيظ بفور جواك زي الكهرباء لكنك بتكظمه، يعني بتغطيه وتمنع شرارته تحرق الناس. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم ادانا وصفة هندسية عشان نطفي بها الكهرباء دي قبل ما تعمل كارثة. لو غضبت وانت واقف اقعد، ولو قاعد ارقد، ولو فارق بيك شديد امشي توضى. المويه هي العدو الاول للحريق والنار، بتبرد جوفك وتصفي ذهنك. تمرين الليل عشان نسد الشك ده ونحمي بيتنا اسمه قانون 10 ثواني. الليلة أول ما تحس بإنه في موقف بدأ يستفزك ودمك بدأ يغلي والكلمة الكعبة وصلت طرف لسانك، طول اعمل ستوب. أبدا ما ترد، عد في سرك من 1 ل10 ببطء. في 10 ثواني ده العقل بيرجع يشتغل والكهرباء بتهدى والكلمة الحارة بتموت قبل ما تطلع وتجرح. جربها الليلة وشوف كيف هتحفظ وقارك وتحفظ صيامك وتحفظ لسانك. في الأخير البيوت الدافئة هي البيوت اللي ما فيها أسلاك عريانة بتخوف الناس. غلف سلكك واحمي بنيانك وعيش بسلام، ونتلاقى في ركن جديد من أركان الروح محتاج ترميم. ودمتم في أمان الله وحفظه ورعايته، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.